بيتكلموا عليا وحش. امال انت فاكر هيتكلموا عنك حلو؟ عاملين لي مشاكل في حياتي وعقبات في الطريق. امال انت فاكر ان الطريق اللي انت هتوصل له هيبقى ممهد وبيعملوا لك باي باي؟ الطريق صعب والظروف صعبه ومشاكل وحروب، بس الحلم عظيم والاحمال اللي على اكتافك تستاهل عظيمه وتقدر توصل. يتكلموا عليك وحش وايه المانع؟ واقفين في طريقك وايه المانع؟ بيغيروا منك وايه المانع؟ ما انت مميز والحلم كبير. ركز على طريقك، ركز واجري. ما تلتفتش لاي بني ادم بيتكلم عنك وحش، ما تلتفتش لاي واحد عايز ياخرك. هيضحكوا عليك ويقولوا لك الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، ده مش طريقك، هيوديك لهلاك. مش عايزينك تنجح، مش عايزينك تبقى نسخه عظيمه، مش عايزينك تبقى نسخه مرعبه، لان نجاحك هيهددهم، نجاحك هينسف وجودهم في الدنيا كلها. وابقى ما يعرفوا انك نجحت مش عشان تبين لهم ان انت عظيم، انت نجحت لان انت غصب عن اي بني ادم في حياتك تبقى عظيم. من النهارده ابدا وانسف كل القواعد اللي موجوده في حياتك وابدا بقاعده واحده بس. الحرب الحقيقيه في حياتك انك تحارب عشان نفسك، عشان اهلك اللي تعبوا عليك، عشان ولادك اللي لسه هتقابلهم قدام ويفتخروا بيك انك اب او ام عظيمه، عشان احلامك اللي انت في يوم من الايام بتحلم بيها وتبقى واقف وتحكي للناس عن قد ايه حجم العرق والتعب اللي مريت بيه عشان توصل لحلمك. ويبقى عندك ايمان ان ما عادش وقت للهزار، ما عادش وقت لتضييع الوقت، ما عادش وقت ان انا اشغل بالي بحاجه ما تخصنيش. الوقت النهارده قتال وحرب.